دلوقتي هنتوجه مع حضراتكم إلى محافظة البحيرة وتحديدا حوش عيسى. هنقابل هناك شاب جميل جدا اسمه هشام المصري، بدأ مشروع لتربية الأرانب وهو بالفعل يستحق النجاح. خليكم معنا. اللي عايز ينفذ مشروع لتربية الأرانب اللي الكيلو منها النهاردة عدى 100 جنيه على باب المزرعة لازم يركز مع الشاب هشام أحمد حسن المصري، لأنه نفذ المشروع فعلياً وصمم العنبر وجهز البطاريات واشترى الأمهات والذكور وبيتحرك بحذر رغم خبرته في تربية الأرانب. الموضوع مش سهل. زرناه في قرية عبد المنعم رياض بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة. المشروع حلو وهشام المصري شاطر وشاب مكافح وجدع، وهو في الأصل شغال في المحارة وأعمال الجبس وشغل السيليكون، وعامل شغل في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة السادات والرحاب ومدينتي وغيرها، يعني أسطى في الصنعة. تعالوا نتعرف على مشروع الأرانب اللي نفذه هشام أحمد حسن المصري. هشام المصري، خليني اقول لك حاجه في البدايه. انا بحب اكل ارانب، تمام، وبحب اللي بيربوها جدا، تمام. عشان كده لما كلمتني وقلت لي انا عندي 50 و8 ذكور انا جيت لك على طول. تمام. لينا خبره في التربيه طبعا الى حد ما. تمام. اشتغلنا قبل كده، اشتغلنا في الدواجن والحمام، حكايه طبعا طويله جدا. طبعا. عايزك تحكيها لنا وصولا للارانب. هي البدايه كانت في 2019. تمام. جبت أصلاً الارنب البلدي. انت اصلا انا اصلا عامل مبيت محارة. محاره يعني من مبيت 2011 وانا لسه عندي 13 سنه وانا شغال في المحاره. واشتغلت فين؟ واشتغلت في العاصمه واشتغلت في والعلمين الجديده. في العلمين الجديده واشتغلت يعني حد تقيل، حد تقيل في الشغل. الحمد لله رب العالمين، واسمي معروف فيها يعني. تمام، ماشي. بالنسبه للارنب بقى انا حبيت نعمله بدايه خاصه في 2019. يعني بديت في الارنب البلدي اللي على الارض، ماشي. دوره في الثانيه لقيت الانتاج كويس بس ما فيش تحويل، من غير بطاريات في الارض. لا كده. في الارض طبعا عشان التكلفه، وما كانش عندي خلفيه بالبطاريه وما كنتش عارف يعني ايه بطاريه ارنب اصلا. فبنشوف على النت زي اي حد، فلقيت موضوع البطاريات وكده، فظهر قدامي برنامج الجدعان. تمام. والحاج محمود ابو سمره. انا ببقى مبسوط يعني على فكره ان احنا مرجعيه للناس. لا بامانه يعني هو الموضوع كان من بدايته اصلا في البطاريات كانت من خلال برنامج جدعان. يعني هو ده اللي انا شفت عليه البطاريات وتابعت الفيديوهات، وتواصلت مع المهندس محمد الصافي لما صورته عنده، خدت منه بقى طبعا شغل كويس. ماشي. خدت الفلاين واسكندريه، ما كانش فيه البيبيون. ماشي. وطبعا بعد ما ربيت في المركز نفسه اللي انا كنت قاعد فيه فتره كبيره، حصل عندي تغيير ان انا نقلت من مكان لمكان. فطبعا صفيت الارانب كلها، وبعد كده اشترينا المكان ده وصممنا فيه العنبر، وبفضل الله زي ما انت شايف. ايوه طبعا انا اللي بنيه. معنى ان انت بترجع تاني للصناعه معناه ان انت نجحت، ما خسرتش. طبعا. الاسس اللي رجعت على اساسها عايز افهمها منك. اللي رجعت على اساسها اولا الارنب اكتر حاجه بتكبر معايا. تمام. يعني ان انا ممكن 50 في بدايه سنه، في بدايه مثلا 2023 لبدايه 2024 ممكن نشتغل في 500 بالنسبه للبدايه. عامله زي الارنبه. الله يرضى عليك. بتجيب كم بطن الام عندك؟ حسب خبرتك. يعني انت لو خبرتك كويسه يعني ممكن توصل ل10 بطون. خلينا نقول 8. خلينا احنا شغالين ودراسه الجدوى على 8 بطون. تمام. فممكن تعدي تخطى معايا ال50 ارنب. بنيت العنبر كلفك كام؟ العنبر كلفني شويه صراحه عشان خاطر يعني 10 12. يعني مثلا هنقوله مثلا تكاليف البنايه مثلا هنقوله 10,000. 10,000 ده في القريه هنا؟ ده في القريه. الامهات جبتها منين بقى؟ الامهات طبعا خدناها لما ابتديت تاني. لا اشتغلت من الحاج محمود ابو سمره. يعني صراحه ما شاء الله عليه، وادانا ارنب. يعني بفضل الله فعلا انا ما ربيتش ارنب زي حاج محمود ابو سمره. ربنا يبارك له. قبل كده. تمام. والاسعار كويسه صراحه، يعني الاسعار مش عاليه ولا حاجه، الاسعار عاديه. وبديت بالارنب عمر 3 شهور. جبت الام بكام والذكر بكام؟ هي الام بتبتدي معاك من 250 في الفتره الحاليه. بتبتدي معاك عمر قد ايه؟ عمر مثلا 2 شهر وكسور، يعني 2 وايام مثلا. انت جبتها عمر 2 ونص. انا منزل عمر 2 ونص و3 شهور. على كام وكام؟ يعني مثلا بدايه مثلا هنقوله مثلا من 280 بدايه جنيه. بالنسبه لي انا شغلي بدايته كان 280. تمام. والذكور؟ تمام. والذكور كذلك الامر، يعني نفس السعر. كده عملنا العنبر وجبنا الامهات. تمام. وجبنا الذكور. تمام. البطاريات؟ بالنسبه للبطاريات بقى انا شغال على فكره لما اتعلمتها في الدروبات اللي حصلت معايا قبل كده، ان انا نجدد الشغل.
يعني ده شغل عادي خالص، حتى التجديد مش الكتروستاتيك ولا حاجه عشان التكلفه. خدت الشغل بنصنفره، بنخليه نفكه خالص، القفص بنفكوه كانه في المصنع لسه، وبنصنفروه صنفره كويسه. انت اللي شغال على ايدك كله؟ انا شغال على ايدي ومعايا ناس جدع. طبعا. تمام. بالنسبه للبطاريات انا على حسب فلوسك، يعني طبعا البطاريات الجديده دي افضل شيء، بس الاسعار النهارده تزعل المربي الجديد المبتدئ. يعني ازاي هي افضل شيء ويفضل انه يبتدي بالجديد، بس بالنسبه للفكره اللي عملتها دي والفكره اللي ناس ياما شغاله عليها برضو، بالنسبه في مصانع، في حد تبعي كويس في البحيره عندنا هنا برضو بيجدد البطاريات، فلقيت الموضوع انتشر في موضوع انه تجدد البطاريه. وكذلك الامر انه مش ضرر على المربي اصلا، انا لقيتها فكره كويسه وموفره لنفسي وللمربي المبتدئ اللي بيجي ياخد من عندي. البطاريه الجديده؟ البطاريه الجديده مثلا بتبتدي معاك من 2000. كم ام وكم 5 امهات وذكر مثلا بتبتدي من 2000. بتبتدي من 2000. انت عملتها دي كلفتك قد ايه؟ انك جبت قديم وجددته؟ لا اقل من تلت التكلفه. من المعلومات المهمة اللي كشفها لينا هشام المصري هي إن الأم الواحدة من الأرانب بتحقق هامش ربح بحد أدنى 80 جنيه شهرياً، ده بعد تكلفة الكهرباء والعمالة والعلف وغيرها من مدخلات الصناعة. وطبعاً هامش الربح بيزيد مع زيادة عدد البطون وكم الخلفات في البطن الواحدة، ولكن حساب الربح بشكل كامل بيكون في نهاية الدورة. عايز أعرف منك السلالات اللي اداها لك الحاج محمود أبو سمرة. بالنسبه انا طبعا كان عندك خبره، يعني انت رايح عارف هتاخد ايه. انا كنت رايح ناخد الفلاين واسكندريه، ولما شفت البيبيون طلبته ونزلت الابيض اللي فيه نقطه سوداء طبعا ده. الابيض اللي هو الملون ده. تمام. فبالنسبه للارنب ده انا خدت الفلاين واسكندريه لان هم فعلا الاساس. المواصفات بقى والالوانات حسب جودة المربي انت نفسه. التجارب بتاعتك قبل كده قالت لك ان افضل السلالات ايه؟ افضل السلالات الفلاين واسكندريه. وعليها طلب في السوق بلا منازع، وعليها طلب في السوق. طيب تعال نتكلم بقى على تسويق الارنب، لان دي المشكله الكبيره اللي بتواجه كل المربين. اولا ما عندناش بورصه، ثانيا التاجر بيتحكم وممكن ينزل السعر المعلن طبعا 15 و20 جنيه و20 جنيه في الكيلو. تمام. دي بقى المشكله الوحيده اللي بتواجه المربي المبتدئ. في مشاكل هتجاب له مهما حصل، ومهما خد عدد صغير او كبير هيجاب له مشاكل ان هو ما عندوش خبره، ما شافش الام دي بتولد ازاي، ما شافش الام دي محتاجه تدخلات عند الولاده ولا لا، ما عرفش التلقيح، ما عرفش الجس. صحيح. كل دي حاجات انت بتجيبها مع الخبره. تمام. طب ما تفهمنا بقى بالراحه عشان الناس تعدي الخبطات دي. بالنسبه للخبطات ديت يعني احنا يعني الجس ده، انت مثلا الام النهارده مثلا فتره الحمل 30 يوم. تمام. لها علامات عشان تطلب التلقيح، وانا برضو بنعرف المربي اللي جاي بناخده ونعرفه ونقول له دي صفتها كذا كذا، وبنتابع معاه، بنبخلش على حد بفضل الله. يعني اكلها قليل، قاعده في جنب. طبعا لازم يكون عينه معاها. يعني الارنب حاليا هادي ومستقر، هو طبيعته كده ماشي، بيكون هادي وكويس. بالنسبه للحياه اللي هو شغال فيها ديت، الارنب بالذات ليه علامات في كل حاجه، ليه علامات وهو تعبان، ليه علامات وهو طالب التلقيح، ليه علامات في الحمل نفسه. لازم يتعلم الجس برضه، لان ده مشروع مش هنوكل الام 30 يوم ومعاها تكلفه الذكور ماشي، وفي الاخر ان انا ربع الامهات معاه خلفات والثلاث ارباع معهوش خلفات. طب ما دي مشكله انا اللي سببت فيها ماشي. اولا العلف اساسي برضو في المشروع، في التغذيه العلف يكون العلف من مصدر كويس ماشي. النهارده وصل عندكم 15400 صح؟ 15400 حاليا، الله اعلم الاسعار رايحه فين. يعني الاسعار باديه تعلى تاني من 4 و5000 2018 و19 ل 15400. تمام. وفعلا المشروع مش فاشل. بتحسب العلف ازاي؟ يعني كام كيلو يديني كام كيلو؟ يعني مثلا هنقوله مثلا 3 كيلو ونص هيدوني مثلا كيلو لحم. 3 كيلو ونص علف؟ طبعا. وعامل تحويل كبير قوي. معامل تحويل كويسه ماشي. لا انا بتكلم على كميه العلف. كميه العلف المطلوبه على فكره، هي الام هي بتنحسب على ام واحده بس ماشي. بتنحسب معاك مش طبعا مش في العمر ده بتحسب. يعني انت مثلا انا خدت امهات عمر 3 شهور، ما نحسبش تكلفتها من عمر 3 شهور. انا بدايتي في المشروع عشان ناخد منه فلوس نبتدي من اول يوم تلقيح نحسب. طب اخد بالي من ايه وانا هبدا اربي ارانب؟ اولا اخد بالي من مصدر كويس. والامراض اخاف من الجرب ولا لا طبعا يشتغل على الوقايه. تاني شيء بالنسبه للارنب محمود ابو سمره ما بيجيلهوش جرب. الله أكبر. تمام. انا بس نوضح حاجه، الحاج محمود ابو سمره ده واحد من الجدعان اللي زرناهم في برنامج الجدعان، وعنده افضل سلالات موجوده في مصر. راجل محترم جدا وراجل بيحب تربيه الارانب، ومهما حصل ما بيتخلاش عن هذه الصناعه، وما شاء الله ناجح فيها. يعني احنا رحنا للمزرعه بنفسنا وتفرجنا على الشغل ما شاء الله، يعني فعلا نموذج شغال كويس. حاليا انا عامل دراسه على فكره لسه ما نزلتهاش كمان، ده الكلام ده اليومين اللي فاتوا دول. يعني هنقوله مثلا الام مثلا هتبتدي معك كحد ادنى 80 جنيه في الام. تمام. بالنسبه لدراسه الجدوى اللي موجوده معايا حاليا، ده العائد منها. ده العائد منها
تمام في كل دوره. يعني احنا لو ممكن مثلا توصل معايا مدتها 36 يوم تقريبا، اللي هي مده تسمين نفسه 35 يوم تقل ما تزيدش، و30 يوم رضاعه، اصبح ان هو ايه 65 يوم، و30 يوم حمل منضافين على التسمين برضو 95 يوم. طبعا دي حد كويس، يعني دي فتره كبيره جدا بالنسبه للسلاله الكويسه في الشغل. هامش ربحها 80 جنيه، هامش ربحها في الشهر الواحد 80 جنيه في الشهر الواحد. لا في الشهر الواحد، هي احنا هنقوله مثلا 260 يعني 240 طبعا 240 جنيه حاسبين السعر. على فكره هي بفضل الله في امهات معديه الكلام ده بكتير، هي داخله على 150 يعني على 150 جنيه كمان. الام ربحها 240 جنيه في الثلاث شهور. في الثلاث شهور طبعا ندربهم على الثلاث شهور وتشوف هتطلع يعني معاك الام تعمل لها في السنه مثلا 1000 جنيه. طبعا، وكل دوره بيقل التكلفه عن كده، لان طبعا الام معايا بتلقح بعد 10 ايام من الولاده، فده بيسهل عليا موضوع ما تقل التكلفه ويزيد الربح. طبعا ما انا التكلفه اللي هي 35 يوم رضاعه، دول في 20 يوم منهم لو انا لقحت كويس واشتغلت على عنبر كويس هيطلع معايا الدوره اللي بعدها هتبقى تكلفتها اقل من الدوره دي. حتى لو الاسعار زي ما احنا حاليا زادت، برضو التكلفه هي ما زادتش عليا، لان اللحم بيزيد والتكلفه بتزيد. اللحم طبعا السنه اللي فاتت كان بينباع ب 40 جنيه و50 جنيه، النهارده بينباع ب 100 وب 120، وانا اكتر شغلي اصلا بنفضله انه يكون مذبوح. انا بشيل الولدات من الام بعد قد ايه؟ بعد 35 يوم رضاعه. بعد 35 طبعا ما ينفعش يعني تقل عن كده، صح كده؟ طبعا. انا ابدا اسمنها لوحدها، وبعد كده الخلفه دي بتروح تخش تسمين، وبعد كده الامهات دي بتكون بفضل الله لو انت شغال كويس ومربي جاهزه شاطر للتلقيح مره ثانيه. هتكون لا مش هتكون، ده هتكون عشر بقى لها 20 يوم يعني تكون بترضع. الام بترضع وهي عشار. يعني انا مثلا هنقول مثلا ال 50 ام و10 ذكور مش 8 ذكور، ممكن يجيبوا معاك مثلا 7000 جنيه 8000 جنيه، ده بحد برضو كويس، مش هنقوله فيه اعلى من كده بكتير، لان كل حاجه النهارده في الارنب بنستخدمها 8000 جنيه للام. طبعا بالنسبه للامهات كل العنبر كله يدرب معايا ممكن يدخل لي هامش ربح في الشهر 7000 جنيه 7000 جنيه حسب خبرتك. حلو جدا طبعا. وبالنسبه للارنب ما بيحتاجش تدفئه زي الفراخ، ما بيحتاجش تكليفات زي الدواجن برضو. لا الدواجن بس برضو بالراحه عشان الامراض، خد بالك. الامراض طبعا اهم نقطه تشتغل على الوقايه. اولا التحصين في عمر ال 25 يوم مش في عمر الكبير. ضد امراض ايه بقى؟ ضد الفيروسي والبكتيري. تمام. تاني شيء الوقايه، يعني احنا بنحرق البطاريات دي، حتى والارنب موجود فيها بنحرق البطاريات دي، تمام. حرق بسيط كده بنطلع الارنب وبناخد البكتيريا اللي على البطاريات والكلام ده كله. فافضل شيء هو الحرق بالنسبه لتطهير البطاريات. تربيه الارانب تحديدا عشان تنجح لازم تديها كل احتياجاتها في الوقت المناسب، اعلاف، تحصينات، درجه حراره، متابعه مستمره، وطبعا الخبره. وخلي بال حضراتكم، هشام المصري مركز مع كل ام بيربيها وعارف تاريخها وعنده بيانات كاملة عنها، وعارف امتى هيكون التلقيح وازاي يتابع الولدات والفطام وغيرها من المعلومات اللي تخليه دايما عارف ياخد قرار في مشروعه.